ليه دايما حاسس ان حياتك مملة وان ليس لها معنى؟ ليه دايما حاسس ان انت عايش في حياة روتينية واللي بتعمله النهاردة هو اللي بتعمله كل يوم؟ ليه حاسس ان انت مبقاش عندك شغف ومبقاش عندك طاقة ان انت تعمل اي حاجة جديدة في يومك؟ حياتنا عبارة عن مخطط زمني، عن قصة مكتوبة واحنا بنعيشها، بنعمل فيها ذكريات، بنشتغل، بنتعلم. كل واحد فينا بيختار طريق مختلف تماما عن التاني، بيمر بظروف وبمواقف، بيعيش حياة مختلفة تماما عن التاني. فحياتنا عبارة عن 3 مراحل: الطفولة، الشباب، الشيخوخة. كل مرحلة بتبقى مبنية على طريقة تفكيرنا في المرحلة اللي قبلها. بتصحى الصبح تجهز عشان تنزل شغلك أو تنزل جامعتك، وبتقابل أصحابك، بتاكل وبتتعلم وبتعيش يوم طبيعي جدا. ترجع آخر اليوم عشان تنام، ودي حياة طبيعية. دي حياة أكتر من 99% من البشر. حياتنا بشكل عام هي حياة طبيعية وليست روتينية، وهنبقى نتكلم عن الفرق في فيديو تاني. هل ده طبيعي ان انت تعيش حياة طبيعية؟ هل طبيعي ان انت تحس بملل في حياتك؟ السوشيال ميديا دايما بتبين الجانب الحلو، الاوقات الحلوة اللي الناس بتخرج فيها ومبسوطين وفرحانين، بتسافر وبتعمل فلوس وبتنجح. السوشيال ميديا علمتنا ان احنا نعمل هايلايت بس على اللحظات دي، بس في الحقيقة دي مش حياتهم الكاملة، ده جزء صغير جدا من حياتهم. ومفيش حد بيحب يشارك فشله ولحظاته المؤلمة، عشان مفيش حد بيحب يشوف نفسه فاشل. حتى الافلام اللي بنتفرج عليها لازم البطل ينجح ويكسب في الاخر. فكل دي مدخلات ليك بتحسسك ان انت حياتك مملة. حياتنا بتتقسم لجزئين: الايام الحلوة اللي بنعمل فيها حاجات ملهمة وبتخلي حياتنا ممتعة، والايام التانية المملة اللي مش بنعمل فيها اي حاجة. مفيش حد حياته كلها مغامرات وسفر ونجاحات. حتى انجح واشطر الناس في الكوكب حاليا بيعيشوا حياة طبيعية زي اللي احنا بنعيشها بالظبط. بتمر عليهم ايام مش بيعملوا فيها اي حاجة ملهمة، او مش بيعملوا فيها اي مغامرات او اي حاجة جديدة في حياتهم. وايام كتير قوي بيعملوا فيها حاجات مش بيحبوها عشان لازم يعملوها. زي ما انت برضو بالظبط وراك حاجات كتير قوي انت لازم تعملها، ولكن للاسف انت بتأجلها. كلنا بننام من 6 ل 8 ساعات، يعني متوسط يومك عبارة عن 17 ساعة. حياتك كلها هي ما بين ال 17 ساعة دول، من أول ما بتصحى لحد ما بترجع تنام تاني. كل الحاجات اللي بتعملها خلال ال 17 ساعة هم دول يومك، هم دول حياتك اللي بتكررهم النهاردة وبكرة وبعده. فال 17 ساعة ممكن يكونوا ملهمين ليك يا يكونوا كابوس، انت اللي بتختار. مشكلة كبيرة جدا اننا عايشين في المستقبل، دايما بنبص للي احنا محتاجينه وتبص على الحاجة اللي انت عايزها، مستني تعيش حياتك اللي انت راسمها في المستقبل، وبتنسى تعيش حياتك دلوقتي، بتنسى تركز في الحاضر بتاعك. وده يبان حاجة محبطة جدا، وتغيير حياتك حاجة صعبة قوي، ولكن في الحقيقة تغيير حياتك اسهل ما يكون. الحاجات اللي انت بتعملها خلال ال 17 ساعة هم دول حياتك، هم دول اللي انت بتكررهم كل يوم. It's just a day and repeat it. فدي مدة صغيرة جدا تقدر تتحكم فيها، تقدر تتحكم في ال 17 ساعة دول، تقدر تتحكم في افكارك وردود افعالك. الحياة عبارة عن ايام حلوة متكررة، مش هتقدر تتحكم في حياتك كلها، ولكن تقدر تتحكم في ايامك اللي بتكررها، وال 17 ساعة اللي بتكررهم كل يوم هي دي اللي بتبني حياتك كلها. دايما عندك الفرصة لاختيارك لافعالك اللي هتشكل حياتك. If you do tomorrow what you did today, you will get tomorrow what you got today.